يا مساء الفل على جميلاتي ومتابعيني القمر. وحشتوني جدا جدا. بفكرك في اول الفيديو حطي لايك وكومنت زي القمر زيك، ولو لسه اول مرة بتشوفيني اعملي سبسكرايب وفعلي الجرس على علامة الكل عشان يوصلك كل جديد بنزله. النهاردة بقى هعمل معاكم مربى فراولة. انا معايا كيلو فراولة، نقعته شوية في مية وخل، وهبتدي بقى ان انا اغسله واشيل القطعة اللي هي فوق دي. وبعد كده هبتدي ان انا اقطع الفراولة قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين. الفراولية كده بقطعها اربعة، عايزة تقطعيها اصغر براحتك بس ما ينفعش اكبر من كده. قطعتها كلها بنفس الحجم اللي انتوا شايفينه. هحط عليها كوباية سكر، كيلو الفراولة عليه كوباية سكر، وهقلبها كويس جدا بحيث ان السكر يعمل لها كفر كده. بعد كده هحطها في التلاجة اقل حاجة ساعتين، ممكن تبيتيها من بالليل بس انا حطيتها ساعتين بس. بعد كده طلعتها، شايفين نزلت ميتها. هبتدي بقى ان انا ارفعها على النار، وبتسيبيها على النار حوالي ساعة، على حسب بقى هتاخد معاكي وقت قد ايه، بس بتهدي النار خالص عليها. وهعصر عليها ليمونة كاملة. يبقى كده كيلو الفراولة بياخد كوباية سكر وليمونة كاملة بس كده، وهي دي كل المقادير بتاعت النهاردة، وهتعملي احلى مربى فراولة هتاكليها في حياتك. طبعا دي حاجة في البيت من غير اي مواد حافظة، وعاملاها وعارفة كويس انتي عاملاها ازاي، ونضيفة جدا وامنة وصحية وكل حاجة حلوة في الدنيا. هتفضلي بقى تقلبي فيها. بصي ما تشيليش ايدك منها، كل شويه قلبيها لحد ما تستوي خالص. ولا هنشيل الرغوه اللي بتبقى على الوش دي ولا اي حاجه. كل شويه بس قلبي فيها، ما تسيبيهاش لحد ما توصل للمنظر اللي هي فيه ده. لو انتي بتحبيها فيها قطع سيبيها زي ما هي. عايزه تخليها مربى كريمي ممكن تعمليها بالهاند بلندر. انا بصراحه هرستها بالشوكه، يعني لا منها قطع قوي ولا منها كريمي قوي. بس كده، وبتنزل من على النار بتعبيها في بطرمانات وهي سخنه عادي، بس ما تدخليهاش التلاجة غير لما تبرد. طبعا انا معايا بطرمانات ازاز، طبعا عقمتها كويس جدا. بتعقمي البطرمان ازاي؟ بتحطي فيه ميه مغليه وتكبيها بس كده، تحطيها شويه. هو كده البطرمان معايا متعقم. حطيها بقى في التلاجة تقعد معاكي شهر. بس انا عايزه اقول لكم ان هي ما قعدتش 3 ايام اصلا من جمالها ومن حلاوتها. هبتدي بقى ان انا اعبيها في البطرمانات. بصوا شايفين لونها ولا طعمها؟ مش قادره اقول لكم طعمها كان عامل ازاي، بجد كانت تحفه. هغطيها بقى واسيبها لحد ما تبرد خالص، وتاني يوم ادخلها التلاجة. شايفين الجمال؟ تاكليها بقى كده، تاكليها في عيش توست، في عيش فينو، تحطي عليها قشطه مش هتقولك لا. بجد كانت رهيبه. عايزه اقولك لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها. ما تنسيش بقى تحطي لي لايك وكومنت قمر زيك، وتقولي لي رايك في الكومنتات. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير. هتوحشوني جدا جدا جدا. سلام.